السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هتكلم معاكم النهاردة عن مقاومة الأنسولين. إيه هي مقاومة الأنسولين؟ وإيه سببها؟ وإيه الأعراض اللي بتظهر بعد مقاومة الأنسولين؟ وإيه هي طرق العلاج؟ طيب إحنا اتكلمنا قبل كده عن تصريح منظمة الصحة العالمية عن مقاومة الجسم للأنتيبيوتكس والمضادات الحيوية. النهاردة هنتكلم عن مقاومة الجسم للأنسولين. طيب احنا في فرق بين الموضوعين؟ أكيد في فرق. الأنتيبيوتكس دي حاجات احنا بناخدها في صورة أدوية. طيب الأنسولين ده من جوه الجسم، ده احنا مش بناخده من بره. البنكرياس هو اللي بيفرزه. ليه في مقاومة منه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. في البداية، الأنسولين ده عبارة عن إيه؟ ده هرمون بتفرزه جزر لانجرهانز في البنكرياس، ودوره إن هو عامل بالظبط زي المفتاح للعضلات عشان العضلات تاخد السكريات وتقدر إن هي تستخدمها كباور. يعني تحرقها، العضلات تحرق السكريات عشان تديك الباور تقدر تحرك عضلاتك. طيب البنكرياس احنا قلنا ان بيفرزوا الانسولين بيفرزوا البنكرياس. طيب ليه الجسم بيقاوم الانسولين، او بمعنى ادق العضلات؟ طيب هو اللي بيستفيد بس من الانسولين ايه؟ هي العضلات، والكبد كمان بيستفيد من الانسولين. طيب هي ليه الجسم بيقاوم الانسولين، او استجابة الجسم للانسولين بتبقى قليلة؟ وهل هو مقاومة الأنسولين ديت هو ده كده معناه إن أنا عندي سكر من الدرجة التانية، ولا سكر من الدرجة الأولى، ولا لسه ما عنديش سكر؟ لا، هو مقاومة الأنسولين ده عبارة عن ألارم أو لمبة كده بتدي لك فلاش، تقول لك خلي بالك إن السكر كده في الطريق ليك عشان تخلي بالك. دي النقطة الأولانية. يعني أنا كده هو مش مريض سكر، لا أنت كده لسه مش مريض سكر. مش معنى إن عندك مقاومة أنسولين إن أنت بقيت مريض سكر من الدرجة التانية. طيب إحنا دلوقتي اتكلمنا عن عدد من النقاط. طيب إحنا دلوقتي ليه برضو الجسم مش بيستجيب للأنسولين؟ هو الجسم مش بيستجيب للأنسولين نتيجة لوجود مشكلة في الأنسولين ذات نفسه، وهنعرف دلوقتي ليه. طيب أنا دلوقتي هعرف إزاي إن أنا عندي مقاومة أنسولين؟ هنلاقي فيه زيادة في الوزن. ليه؟ الدهون كتير، أو السايكل بتحصل إزاي؟ هو دلوقتي البنكرياس ضخ أنسولين. الأنسولين ده ما استفادش منه العضلات ولا الكبد غير بنسبة قليلة جدا. طب ما دام ما استفادش العضلات والكبد ما استفادتش بيه وما اتحرقش، هيبقى فين السكريات اللي المفروض بتسمح؟ الأنسولين بيخلي العضلات تاخد السكريات من الدم. دلوقتي الأنسولين اعتبره زي المفتاح، دلوقتي ما بيفتحش العضلات عشان يدخلها السكريات دي هتفضل فين؟ هتفضل في الدم. تمام. طب لما هتفضل في الدم هتزود الوزن، هتتحول لشحوم ودهون تتركز على منطقة البطن أو الخصر والأفخاذ، وكمان جزء من الدهون ممكن يتراكم على الكبد. تمام، دي النقطة الأولانية. طيب احنا دلوقتي الجسم طبعا هيحس إن السكريات موجودة في الدم، العضلات ما استفادتش بيها والكبد كمان ما استفادش بيها. هيحصل حاجة اسمها فرط أنسولين. يعني إيه فرط أنسولين؟ يعني البنكرياس هيفضل يفرز أنسولين تاني، هيضخ تاني. تمام. احنا قلنا دلوقتي الأول الأعراض إن الدهون هتزيد في الجسم، هتراكم الأول السكريات، بعد كده هتزيد في الجسم. النقطة التانية، هيظهر آثار تعب وإرهاق. ليه؟ أنت مش قادر تحرق، العضلات مش بتاخد الجلوكوز كامل، بتاخد جزء ماينر منه بس. هو ايه ده؟ هو كده هي بتاخد جزء قليل، مش ما بتاخدوش خالص، لا هي بتاخد جزء قليل. مقاومة الأنسولين مش معناها إن الجسم خلاص رفض الأنسولين كله. وزي ما قلنا هو أنت كده لسه مش مريض سكر، بس أنت كده بري دايباتيك، يعني هو على السلم، على الطريق الصحيح إن أنت بعد الشر
تبقى مريض سكر. بس ده طبعا ان شاء الله يعني ربنا يستر. طيب قلنا التعب والإرهاق وزيادة الوزن، الشعور بالجوع، الجسم طبعا العضلات مش داخلها سكريات فبتدي انذار للجسم فين الأكل أنا عاوز باور، فده هتلاقي فيه شعور بالجوع دائم. طيب في إيه كمان؟ ممكن تلاقي اسمرار في الجلد، وفي بعض الناس ممكن يطلع لها بقع داكنة كده سواء في رقبتها أو ممكن في ظهرها أو تحت الإبطين، وممكن كمان في الفخاد أو عظمة الورك ممكن تظهر العلامات أو البقع الداكنة ديت. دي من علامات كده هوت مقاومة الأنسولين. دي من علامات مقاومة الأنسولين. طب لا، لو البقع بيضة لا، دي حاجة تانية، ده مرض تاني اسمه البهاء، اللي هو البقع البيضة، اللي هو صبغة الميلانين بتتأثر. ده حاجة تانية خالص، بس دي مش مقاومة أنسولين، ده مرض تاني خالص. طيب في ايه تاني؟ ارتفاع ضغط الدم، لأن البنكرياس بيفضل يفرز أنسولين، وطبعا ده إرهاق للبنكرياس رقم واحد. رقم اتنين هيرفع ضغط الدم بتاع الجسم. طب هيعمل ايه كمان؟ هيزود الدهون الثلاثية. الدهون الثلاثية برضو من الحاجات اللي بترفع ضغط الدم. طيب ممكن يعمل ايه كمان؟ ايه الأعراض كمان؟ تكيس المبايض عند السيدات، وده سبب رئيسي جدا لعدم الإنجاب عند السيدات. ايه ده؟ مقاومة الأنسولين ممكن تعمل تكيس مبايض عند السيدات وتمنع مثلا البريود أو تسبب مشكلة في الحمل؟ ودي مشكلة رئيسية، دي برضو من الحاجات اللي بناخد بالنا منها في مسألة تكيس المبيض جدا. طيب في إيه كمان؟ اضطراب الغدة الدرقية. الغدة الدرقية ممكن يحصل فيها اضطراب سواء بالنشاط، فرط النشاط أو الكسل بسبب مقاومة الأنسولين. طبعا ده كده الموضوع مهم. طب هو ممكن مين الناس اللي ممكن يجيلها موضوع مقاومة الأنسولين دي؟ أقول لك رقم واحد العامل الوراثي، القابلية الوراثية، إن يكون عندك حد في العيلة قريبك قريب مباشر سواء درجة أولى أو تانية أو ما إلى ذلك يكون عنده المشكلة ديت. طيب في إيه كمان؟ القابلية الوراثية ده يكون عنده كمان سكر من النوع التاني، مش يكون عنده بس مقاومة أنسولين، يكون كمان عنده سكر من جاله مرض السكر من التايب 2 النوع التاني. طيب احنا دلوقتي ممكن يحصل لنا مشاكل تانية. العلامات اللي بتدل على وجود المشكلة دي ممكن يحصل لك اضطراب في النوم، وخصوصا مشكلة التنفس، ما تبقاش عارف تتنفس كويس وانت نايم. طيب هي دي مجموعة مشاكل كبيرة قوي. طب هي أساسها إيه؟ إحنا قلنا زي أساسها في البداية هي نوعية الأنسولين ذات نفسه. الأنسولين اللي بيفرزه البنكرياس ده أنسولين مش فعال أو مش أكتف. تقول لا ده مصطلح جديد، أنا أول مرة أسمع الكلام دوت. أقول لك أنت أول مرة فعلا تسمع الكلام دوت، إن الأنسولين ده مش أنسولين فعال، بس ده راجع لنظامك الغذائي. نظامك الغذائي سيء، عشان كده بنحذر دايما نقول لازم النظام الغذائي يكون كويس ويكون متنوع. ليه؟ لأن البنكرياس أو الجسم لما بيحتاج إن هو يعمل الأنسولين بيحتاج المغنيسيوم. افرض أنت المغنيسيوم عندك قليل، هيقول لك لا مش هصنع، لا هيصنع، بس نوعية الأنسولين ذات نفسه هتبقى سيئة جدا. أنت عايش على طول على الدليفري، على الأكل من الشارع، الأطعمة المهجنة وراثيا والملعوب فيها وراثيا والملعوب فيها جيناتيك، حاجات مش أورجانيك. على طول المشروبات الغازية، مفيش رياضة خالص، في توتر وسترس بسبب الشغل، الساعة البيولوجية بتاعت جسمك ضايعة خالص، في قلة نوم مع الإرهاق. الحاجات دي كلها بتسبب خلل في الجسم، عشان كده بتطلع أمراض جديدة خالص بيبقى صعب أصلا تعقبها. وبنلاقي في شركات كتير بتعمل أبحاث بس بيبقى الموضوع صعب إن أنت تتعقبه وتعرف السبب الرئيسي ليه. لكن السبب الرئيسي واضح، وهو في نظام التغذية الانبوت. لازم اللي أنت بتدخله جسمك يبقى صحي ومتوازن. ده هنعرفه دلوقتي من طريقة التعامل مع مقاومة الأنسولين. طيب أنا دلوقتي حصل موضوع عندي المشكلة ديت وظهر لي بعد الشر البقع تحت الإبط أو في الرقبة والداكنة
والبنكرياس بيفرز على طول انسولين كتير، وحاسس بالهمدان وزيادة في الوزن والمشاكل دي كلها. اصلح ازاي؟ فيرس العكس، رياضة، اقلها مشي يوميا، يعني نحاول نوصلها لنص ساعة. ليه؟ عشان نحرق، لان في دهون كتير هتتراكم، وفي دهون كتير هتتراكم على منطقة البطن. ومش معنى هي اتراكمت على منطقة البطن ده في البطن بس، لا، تتراكم على الامعاء، الامعاء ذات نفسها بيبقى عليها دهون. فاحنا لازم نحرق. قدرنا نروح جيم، اوكي، مفيش مشكلة، كلام جميل جدا، بس طبعا اوزان ما تكونش تقيلة قوي. اوكي، ونلعب عدات كتير. ليه عدات كتير؟ عشان ما نعملش مثلا ستريس على فقرات الرقبة، فقرات الظهر، فقرات القطنية، ما يجيلناش انزلاق غضروفي، ما يجيلناش التهاب في الفقرات، ما يجيلناش التهاب في مفصل الكتف او التهاب في الاربطة. المشاكل دي كلها نتجنبها، هنجيب نتيجة لكن ما نجيبش ايه، مساوئ. قلنا اول حاجة الرياضة. النقطة التانية النظام الغذائي المتوازن والمتنوع. المتنوع يبقى فيه عناصر كتير، مركز على حاجة واحدة بس. لا، أنا بحب الرز بس، هو الرز وبس. أروح الجيم، أروحش الجيم أجيب كيلو سكر بعديها يروح مقربعه. لا، أنا على السكر بس، لا غلط، دي عادات سيئة، الكلام ده ما ينفعش. طيب في إيه كمان؟ الصوم. هو الصوم ده علاج؟ طبعا أقول لك ده علاجه جميل جدا جدا جدا، وهيريح الجسم جدا ويخليك كمان تحرق. بس ما تصومش وتفضل نايم في السرير ال24 ساعة، ده كده مش صوم. ده شيء مختلف خالص. صوم مع الحركة. ليه؟ عشان الجسم يحرق. انت قفلت، مفيش حاجة داخلة، بس احنا عاوزين بقى اللي جوه دوت نسيحه، الدهون ديت. فاحنا يبقى في حركة وفي باور. طب انا اسمع في نوع من الصوم اسمه الكيتو، وفي نوع اسمه صوم السموم، وفي نوع مش عارف ايه. طبعا ده كله ده محتاج حلقة لوحدها. لكن الصوم اللي احنا بنتكلم عليه هو الصوم الإسلامي، ان انت تصوم من أذان الصبح لحد أذان المغرب، ده الصوم الإسلامي. طب ده أفضل ولا الكيتو والتوكسين فاست والحاجات ديت؟ لا، الصوم الإسلامي ده رقم واحد. طب في حاجة اسمها الصوم عن الأكل بس أشرب مية، مش وحش، بس مش زي برضو الصوم الإسلامي. وهنعمل حلقة نوضح إيه السبب، مش هقدر نوضحها في الحلقة دي، الموضوع هيبقى متسع شوية. تمام. طيب إيه تاني؟ النظام الغذائي المتوازن قلنا، وأكل السمك. طب ليه أكل السمك؟ السمك فيه الأوميجا 3. الأوميجا 3 دي حاجة مهمة جدا 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 في خفض الدهون بتاعة الجسم. طب أنا ممكن أخدها تابلتس، مفيش مشكلة لو هتاخدها تابلتس أو تاخدها أدوية، مفيش مشكلة خالص. بس الأفضل والأعلى والأحسن إن أنت تاخدها طبيعي. أسماك، سواء بولتي، ماكريلا، جمبري، أي نوع من أنواع الأسماك، تونة، سلمون، مفيش مشكلة خالص. وكل ما قل حجم السمك، يعني السمك المكرونة الصغير ده، يبقى نسبة الأوميجا 3 بتبقى فيه عالية شوية. كل ما قل حجم السمكة كل ما نسبة الأوميجا 3 كانت أزيد. طيب في كمان المغنيسيوم. طب ليه المغنيسيوم؟ لأن البنكرياس بيحتاج المغنيسيوم عشان يعمل الأنسولين ذات نفسه. فدي حاجة من الحاجات الكويسة. فممكن نكتب على الإنترنت إيه الأغذية الغنية بالمغنيسيوم وناخدها. كذلك إيه؟ فيتامين د. طب فيتامين د، تمام. طب انا اخده برضه تابلتس ولا اتعرض لاشعة الشمس ولا ايه بالظبط؟ والله كل الطرق متاحة، بس الطبيعي افضل طبعا بكتير. طيب في إيه كمان؟ ان احنا ننام. انت مش قلت ما نصومش وننام؟ قلت لك ما تنامش ال 24 ساعة. لكن النوم اللي انا اقصده ان انت يوميا من 6 ساعات ل8 ساعات، وقدرنا نوصلها ل9 ساعات كمان نوم. بس نوم يبقى مريح، يبقى جسمك استريح فيه، مش حاطط دماغك على المخدة والدماغ شغالة 24 ساعة وتقول أنا كده هنا ال8 ساعات أنا كده زي الفل. لا، الموضوع مش كده خالص. انت كده هو فهمت الموضوع غلط. لازم نوم راحة عشان الاسترس وعشان الجسم يتجدد وياخد راحته، فيقدر تاني يوم ان هو يشتغل ويواجه الاسترس وما الى ذلك. هي دي النقاط. طيب احنا ممكن الموضوع مقاومة الانسولين ده ليه ادوية ولا ملوش ادوية؟ هو ليه ادوية طبعا، مفيش مشكلة وممكن تاخدها. بس احنا طبعا بنفضل الحاجة الطبيعية، لان دي العالم كله بيتجه للحاجات الطبيعية. لان زي ما قلنا مفيش اي دواء
وإن وجد حتى في المستقبل ملوش سايد افكت، كله ليه سايد افكت، ليه أثر جانبي. والموضوع ده بيبقى سيء مع كبار السن والناس اللي عندها أمراض مزمنة. عشان كده بنقول الطبيعي أحسن. كل ما نتجه للوسائل والحاجات الطبيعية كل ما بيكون أحسن وأفيد للجسم. طب أنا بقى ما عملتش وأهملته كده، هو كده ممكن يجيلك مرض السكر التايب 2 اللي هو النوع التاني. طيب في علاجات بره الصندوق؟ طبعا الحجامة موجودة وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة. طب دي هتحسن طبعا، ان هي هتشيل هتقلل لك اولا ضغط الدم. احنا زي ما قلنا الانسولين بيرفع ضغط الدم لما البنكرياس بيفضل يفرزه بشراهة لان العضلات مش قابلاه او ما بتستخدمش منه غير ماينر. فده هيخفض الانسولين اللي موجود في الدم، هيخفض السكريات والدهون الثلاثية الترايجليسرايد اللي موجودة في الدم، هيريح الكبد، هيزود نشاط العضلات وإمكانية إن هي تستقبل الأنسولين. يعني هتحل المسألة من جذورها. هتحل المسألة بس انت الموضوع عندك لو ليه هيستوري فيه قابلية وراثية ممكن بتحتاج أكتر من جلسة. ما بيبقاش الموضوع نص ساعة أو ساعة زمن والموضوع اتحل. لا، انت كده مش عاوز حل بره الصندوق، انت كده عاوز ساحر. دي نقطة تانية خالص. فالرياضة مع الحجامة هتفيد كتير جدا وهتريح كتير، والنظام الغذائي المتوازن والاعتماد على الأسماك والأوميجا 3. طيب هي الحجامة هتنشط البنكرياس؟ طبعا هتنشط البنكرياس وهتنشط جزر لانجرهانز اللي بتنتج البنكرياس ذات نفسه، وهتقلل الكورتيزول اللي هو برضو ممكن يسبب مرض السكر. هتقلله في الجسم، هترفع النشاط، هتخليك يعني عندك قابلية ان انت تلعب رياضة، هتلاقي فيه باور في الجسم. العضلات هتبقى احسن، الجهاز الدوري والدم والشوائب اللي في الدم دي كلها لما تطلع ويحصل فلتريشن، ده لو في فيروس نشط او خامل لا هتلاقي الدنيا اتعدلت معاك لدرجة كبيرة. بس طبعا لازم الاستمرارية بتاعتك. طبعا الفاست فود ده نمنعه خالص، والأطعمة المشبعة بالدهون والدهون والدهون المشبعة والحاجات اللي فيها مواد حافظة، زي الشوبس، البطاطس اللي هي الشوبس ديت برضو تتمنع. المشروبات الغازية بأنواعها، الأطعمة المتهنجة اللي هي مش نكتر أو مش أورجانيك، الحاجات دي كلها نبعد عنها لحد ما نحط نفسنا على الطريق السليم على الأقل. ولو في أي سؤال أو أي استفسار سيبوه لنا في التعليقات وإحنا نجاوب عليه. ودمتم بصحة وعافية، ومنساش الاشتراك في القناة على اليوتيوب وكذلك الصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.